وهطفي عليهم النار. تعالوا بقى نحضر صوص البشاميل ده بكل سهوله. البدايه كده هجيب اللبن، انا بعمله ني في ني، فهجيب اللبن هحط عليه زبده او سمنه بلدي. بعد كده هكون مجهزه خليط ميه بدقيق، عباره عن كوبايه ميه واربع معالق كبار من الدقيق بدوبهم في بعض. بعد كده بنزل عليهم، هنزل على اللبن والزبده بيهم، تمام. هقلبهم كويس جدا لحد ما كله كده يتجانس مع بعضه. لقيتها محتاجه شويه من اللبن، حطيت لها شويه لبن. قوام البشاميل بيبقى خفيف، بحط فيه ملح وفلفل وجوز الطيب بس، ما بحطش حاجه تانية. بقلبهم بقى كده كويس، وبجد طعم صوص البشاميل ده بيبقى حلو جدا، وما بيبقاش باين عليه ان هو معمول ني في ني خالص. بعد كده هنبدا ان احنا نعمل الطبقات بتاعه المكرونه طبعا انا كنت سلقاها، وبعد كده بحط عليها البشاميل، تمام. وبعد كده بحط طبقه بشاميل وطبقه مكرونه وطبقه الحشوه بتاعه الفراخ اللي احنا عملناها. وبعد كده بقى برصرص كده من فوق الوش البشاميل، ولو عايزين بقى تحطوا عليها ميكس